عمرك فضلتي مستنية إنك تكوني واثقة من نفسك قبل ما تتحركي أو تعملي حاجة أنت عايزة تعمليها، تبدأي في حاجة عايزاها؟ خليني أقولك إن جس وات، مش أنت لوحدك كده. أنا كمان كنت كده، وفي ناس كتير قوي كده. واكتشفت إن دي أكتر حاجة كانت معطلاني. أنا خلاص، تعالى نعمل ميك اب مع بعض وأكلمكم في حاجة بجد هي بتعطل ناس كتير جدا. أنا هستخدم البالت دي أكنسل بيها الهالات اللي تحت عيني. كنت دايما بقول لنفسي لما ابقى واثقه هبدا. ما كنتش بشوف ان انا اقدر ابدا حاجه غير لما اكون عارفه عنها كل حاجه. ابسط حاجه هديكم مثال عليها، ان انا كنت من بدري قوي عايزه اعمل كونتنت، عارفه ايه اللي انا عايزه اعمله وايه المواضيع اللي انا حابه اتكلم فيها. بس ستيل اللي كان بيمنعني وبيوقفني هو ان انا قاعده بفكر ان انا محتاجه اتعلم كل حاجه عن صناعه المحتوى. ايه المحتوى اللي هقدمه انا عارفاه، لكن مثلا الإيديت زي التصوير كنت بطلع لنفسي عوائق، زي حاجات كده صعبة أنا مش عارفاها عشان خاطر ما أبدأش وآخد الخطوة اللي أنا عايزاها. اللي هو بجد أنا اللي منع نفسي بنفسي، مفيش حد منعني، مفيش حد وقفني، بس أنا اللي موقفة نفسي. كنت ماشية بمبدأ إن أنا لما أكون جاهزة هتحرك أكتر. لما أتعلم كل حاجة هعرف أعمل وقتها كونتنت ومش عارفة إيه. كنت دايما عايزة أول فيديو ده يبقى فيديو ما حصلش، بس قعدت مع نفسي قلت هو انتي مين عمل فيديو من أول مرة ونجح قوي؟ أنا هملي بقيت وشي برضو بالكونسيلر عشان أنا ما بحبش أحط فاونديشن. سو ستيل إن انتي عايز تاخدي خطوة في حياتك، بس انتي بسبب خوفك انتي بتعلقيها في حتة ان انتي مش واثقة من نفسك كفاية. ان انتي عايزه تاخدي كورس معين بس قاعده بتتحججي مثلا عشان خاطر فلوس، عشان خاطر اللي هو مش دلوقتي، تاجلي 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 لحد ما تكوني جاهزه، لحد ما تحاولي ان انت تبقى ظروفك تمام. عايزه تنزلي جيم بس شايفه بتفكري، يعني قاعدين بنفكر عشان ناخد خطوات في حياتنا، عشان نبدا الحاجات اللي احنا عايزينها. قاعدين بنفكر كتير قوي. دي القاعده اللي انا كنت ماشيه بيها، ان لما ابقى جاهزه الاول بعدها اتحرك. لكن الحقيقة إن اللحظة دي عمرها ما بتيجي، لحظة إن أنا أكون جاهزة 100%، أكون واثقة من نفسي 100%. أنا بضحك على نفسي. اكتشفت إن كل ما كنت بأجل أنا كنت برجع لورا، ما بتقدمش. وده كان بيخليني أحس إن أنا في حاجة غلط، إن أنا محتاجة أعمل أكتر، وبيخليني أجهد نفسي أكتر. وانس إن أنا أحس إن أنا واقفة في مكاني ما بتحركش، ده بيزود عندي التوتر. ان انا احس جوايا ان انا محتاجه اعمل حاجه ومش عارفه اعملها، او مش عارفه اعملها بسبب ان في حاجات كتير قوي عايزه اعملها في نفس الوقت. لحد ما جه في يوم بجد سألت نفسي انا لحد امتى هفضل مستنيه ان انا اكون جاهزه بنسبه 100%؟ امتى الثقه دي هتيجي عشان خاطر ابدا حاجه انا عايزاها؟ اكتشفت ان محتاجه ان انا اتحرك الاول قبل ما اكون واثقه من نفسي. يعني الثقة بالنفس دي مش هتيجي غير لما انا اتحرك الاول. النهارده لو انت عايزة تعملي حاجة بجد في حياتك وتاخدي خطوة في حياتك، ما تستنيش، خديها النهارده. ما تستنيش وتقولي بكرة، بكرة هيجيب تأجيل لبعده وهكذا، مش هتخلصي. حلو انك بتفكري في ان انت عايزة تعملي حاجة، بس ما تخليش يبقى فيه سبيس ما بين التفكير، ما بين انك تنفذي على ارض الواقع اللي انت عايزة تعمليه. لان كل ما انت طولتي في التفكير فانت هيبقى صعب ان انت تنفذي. لكن لما تنفذي اكتر ما تفكري، هو ده اللي هيخليكي تتعلمي على طول. يعني لو عملتي خطوة وطلعت غلط او فشلت، عادي هتعلمي. لو عملتي الخطوة دي ونجحتي، عادي. عادي تفكري اكتر وما تاخديش خطوة. هتفضلي في حتة ان انت قاعدة بتفكري بس وفاكرة ان انت كده بتسعي. مجرد بس ان انت بتفكري، عقلك بيوهمك ان انت كده شغاله على نفسك وبتطوري من نفسك. ده اللي انا وقعت فيه برضه، بس في الحقيقه انت ما خدتيش خطوه فعلا.
ما تستنيش ان انت تكوني واثقة من نفسك، مش محتاجة ان كل حاجة تبقى واضحة قدامك، لان برضو ان الواحد بيستنى ان كل حاجة تبقى واضحة قدامه عشان يتحرك بيقع، بيفضل مستني كتير، بيضيع وقت وبيضيع عمر منه عشان بس هو مستني. ما تبقيش من الناس اللي مستنية ان هي تحقق هدف ليها. خدي النهارده الخطوة في الحاجة اللي انت عايزاها. لو عايزة تنزلي تروحي جيم روحي جيم، ما تقعديش تفكري كتير. لو انت عايزة تروحي تاخدي كورس روحي خدي الكورس. ما تقعديش تفكري كتير. اهم حاجة ان انت ما تسمعيش لحد. اختاري انك تسمعي لنفسك وبس الاول. تسمحي لنفسك انك تغلطي عادي. فكرة ان احنا بنخاف ان احنا نغلط اصلا، عشان كده ما بناخدش خطوات بجد في حياتنا. بس لما تدي لنفسك الفرصة هتنبهري من نفسك. هحط هنا ايلاينر بني وهدمجه. الثقة بالنفس كده كده جاية لما بنتحرك، مش واحنا قاعدين في مكاننا ما بنعملش حاجة. بالعكس، انت هتلاقي نفسك بتتوتري اكتر عشان انت قاعدة في مكانك ما بتعمليش اي حاجة غير بس انت قاعدة بتفكري. بعد اللوز باودر دلوقتي ثبت تحت العين. اهم حاجة عشان ما تكتلش، ما نحطش كمية كبيرة. ما تيجي تعملي اي خطوة آه، او تيجي تحققي اي حاجة انت عايز تعمليها، ما تحكيش حاجة لحد، ما تقوليش لحاجة لحد غير لما تعمليها الأول. كنت تقولوا لي ايه الحاجة اللي انتوا كنتوا حاسين عايزين تعملوها بس حاسين ان انتوا لسه مش جاهزين ليها، ولا عندكم ثقة ان انتوا تعملوها. افتكري دايما اللي بيفضل مستني، تفضل مستنية ان هي تاخد الخطوة، تفضل طول حياتها كده مستنية لحد ما تنتهي حياتها وهي ما عملتش اي حاجة فيها، ولا استمتعت بحياتها، ولا حققت حاجة من اللي كانت نفسها فيها. فخليكي عارفة انت عايزة ايه. كل ما انتي بتيجي تأجلي ان الثقة عمرها ما كانت البداية، ومش شرط ابدا ان هي تكون البداية، وان الثقة ممكن تبقى نتيجة وانس ان انتي قررتي بس انك تاخدي اللي انتي عايزاه، ما تستنيش ان حد يديهولك. كده احنا خلصنا الميك اب. ايه رأيكم؟ قولوا لي رأيكم في الميك اب، ولو في حاجة تانية عايزين نتكلم فيها قولوا لي. بجد انا بحب المواضيع اللي زي دي.